السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرأي الوزير الداخلية الفرنسي يزور الجزائر. قد قام وزير الداخلية الفرنسي بزيارة الجزائر اليوم البارحة، وقد قام في بعض الملفات الأمور جايين يتعاونوا مع الجزائر، وهذه صورة الزيارة. إذا كانت هذه الزيارة في إطار معين بين الدولتين، بين الرئيس تبون وماكرون، في الخصومة التي كانت عندها 7 شهور، الخصومة اللي كانت بيناتهم، وأيضا قضية أخرى. إذا تبون يستقبل هذا المسمى وزير الداخلية في إرضاء الجزائر. طبعا كانت شجارات دائمة بين النظامين، بين اليمين المتطرف والنظام الجزائري، اللي كانوا يدبزوا، كانوا يشاجروا دائما. اليمين المتطرف أصلا يكره الجزائر ويكره اسم الجزائر ويكره حاجة اسمها الجزائر، ويكره حتى الإنسان الجزائري كي يشوفوا يكره. والجزء الثاني يتكلموا على زيارة رئيس النيجر عبد الرحمن، واحد يقول له عبد الرحمن كذا، زار الجزائر في زيارة كانت هي ضخمة وقوية، وكانت تنوي على فعل أشياء، وانتهت باتفاقيات دفاعية واتفاقيات تجارية. أنبوب الغاز الذي يعبر نيجيريا. وكانت هذه والجزائر اتفقت مع بوركينا فاسو والنيجر، والآن مالي محاصرة من كل الجهات، محاصرة حتى أصدقائها عادوها وراحوا داروا اتفاق مع الجزائر. مالي الآن في ورطة مع النظام العسكري المنقلب، النظام العسكري المالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.